السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل بلح الشام زي ما انتم شايفين، ولا احسن محل حلواني بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة جدا وبمقادير خفيفة وموجودة عندنا في البيت، يعني مش محتاج بقى ولا مقادير خزعبلية ولا اي حاجة. نبدأ بسم الله على بركة الله. اول حاجة الشربات بتاع بلح الشام. هجيب معايا هنا كوبايتين من السكر، سكر تموين عادي خالص، اي سكر عندك. هو مش بيبان، يعني السيرب بتاعه مش محتاجين ان هو يكون فاتح ولا حاجة، فعادي هيمشي معاك السكر ده تمام. حطيت كوبايتين السكر وهحط عليهم كوبايه ونص، نفس المعيار اللي انا معايره بيه السكر، ميه. واحط رشه فانيليا. يبقى احنا حطينا كوبايتين سكر كبار وعليهم كوبايه ونص ميه ورشه فانيليا. هجيب معايا حله فاضيه هنا كده وانزل بيها برضو بكوبايتين ميه، نفس المعيار كله بمعيار واحد. احط كوبايتين ميه واحط نص كوبايه زبده، مفيش زبده يبقى زيت، بس يكون زيت نظيف كده ويكون ممتاز. احط عليهم رشه سكر واخدهم بقى ايه واطلع بيهم كده على النار. انا دلوقتي حطيتهم على النار. هجيب معايا هنا كوبايتين دقيق، نفس المعيار اللي انا معايره بيه كل حاجه. كوبايتين دقيق، مش شرط يكون منخول ولا اي حاجه، اهم حاجه يكون الدقيق نضيف. حتى لو دقيق بلدي الوصفه تطلع معاكي ناجحه. ادي الخليط بتاعي غلي اهو. اول ما غلي نزلت عليه بكوبايتين الدقيق بسرعه وقمت قافله النار. يعني انا دلوقتي قفلت خلاص النار. هفضل بقى اقلب كده الخليط كويس جدا، جامد جدا كده لحد ما تلاقي العجينه كده بدأت تلم معاكي. والناحيه التانية زي ما انت شايفه الشربات بدأ كده يطلع الرغاوي اللي فوق دي. اول ما تتقل شويه كمان خلاص هنحط كده عصره ليمون. مفيش، لو مفيش خلاص مفيش مشكله. اهم حاجه تمسكي كده معلقه وتقلبي بها الشربات وبعد ما المعلقه تبرد سنه كده ان لقيتي كده السكر ملزق معاكي يبقى خلاص تمام. اقفلي عليه ودخليه التلاجة يسقع على ما اخلص بلح الشام بتاعنا. لازم يكون الشربات ساقع. دلوقتي شوفي بقى العجينه بتاعتي بعد ما ضربتها بالمضرب السلك كده وبدات تتقل فيه. شلت المضرب السلك وبدات اجيب معلقه واقلب بيها كويس كده واقعد اقلب كويس لحد ما العجينه تبقى معايا كده لينه جدا 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 وطريه. ده الشربات بتاعي خلاص كده مية مية. انا هقفل عليه وادخله التلاجة. تعالوا اوريكم العجينه التاني كده بعيد. شايفه عامله ازاي؟ بقت كتله واحده، ملمسها ناعم جدا جدا، عامله زي الملبن. كمان معايا هنا بيضتين يكونوا حلوين كده وطازه بدرجه حراره الغرفه، ورشه بيكنج باودر يعني بالظبط نص معلقه، يعني رشه خفيفه جدا. هاخد بقى البيض بتاعي كده بيضه بيضه، وكمان لازم يكون عندك مضرب كهرباء. هناخد كده المضرب ونفضل نضرب في العجينه لحد ما البيضه تختفي خالص فيها. ممكن تقدري تعملي بايدك بس هياخد معاكي مجهود شويه. تمام. البيضه الاولى بدات تختفي. انا حاطه ايدي كده علشان عمال يطرطش العجينه دي بتبقى رخمه في حكايه الطرطشه دي. البيضه الاولى اختفت. نزلت كده بقى بالبيضه التانية وافضل اضرب بقى لحد ما تبدا تختفي. وهوريكي بقى ازاي العجينه بتاعتك تبقى ممتازه. شوفي هي دلوقتي كده مفروله تمام. دقيقه وهتلاقيها لمت معاكي تمام اهي. شوفي كلها اتكومت ازاي في السلكه بتاعه المضرب، كلها اتكومت كده. انا قفلت ونزلت العجينه بايدي في بوله تمام. زي ما انت شايفه بقت ناعمه حرير وفيها تلزيقه بسيطه كده تمام. مش ملزقه يعني بتلزق في الايد، ده هي بس يعني على خفيفه. لو اتسابت دقيقه خلاص مش هيبقى في التلزيق ده. طبعا هكون انا بقى محضره معايا كيس الحلواني والبلبله بتاعت بلح الشام دي، البلبله المتوسطه بتاعت بقى رباط البيوت اللي زينا. في عند الادوات المنزليه بيبقى في بلبله كبيره قوي بتبقى ضخمه كده، دي بتاعت المحلات فانا ما حبيتهاش. هجيب بقى كده معايا الخليط كله، هاخده الكميه اللي انا عملتها دي كلها. هاخدها اعبيها في الكيس، لان انا لو سبتها كده وهي في البوله ومكشوفه هتبدا كده تنشف من فوق. فهي الافضل في الكيس، مش هيتقطع ولا حاجه لانها ناعمه جدا جدا وبتتشكل بسرعه. شايفه لازقه في الطبق ازاي؟ عجينه ممتازه ناجحه مليون في الميه. المقدار ده والخطوات دي هتمشي معاها تبقى استاذه بلح الشام.
الرك على التسوية بتاعته، هو تسويته بتبقى ايه، عاوزة تركيز شوية، وهنشوف مع بعض دلوقتي في المرحلة الجاية احنا هنسويه ازاي. هنلم بقى كده كل العجين بتاعنا، مش عايزين اي حاجة في البولة. ولو الكيس بتاعك صغير غطي بقى بكيس تلاجة باقي العجين لحد ما تخلصي الكمية وترجعي للباقي. هبدأ بقى اقفل الكيس بتاعي ده، وهوريكي برضو الملمس قبل ما انزل في الزيت. بصي بقى القوام بتاعه عامل ازاي. بصي كده، طالع بسم الله ما شاء الله، والرسمة منحوتة عليه نحت. شايفة الجمال؟ كده تمام، كده احنا مية مية. اهم حاجة عجينتك لا يكون فيها تكتلات، ولا فيها دقيق، ولا فيها كلام من ده. واهم حاجة برضه اما نكون في بداية الموضوع، اول ما قلتلك نقلب بالمعلقة تقلبي كويس لحد ما العجين كله يختفي في الدقيق. هجيب بقى طاسة فيها زيت بارد خالص، يعني الزيت اللي انا حاطاه ده انا كنت جايباه من التلاجة، بارد خالص خالص خالص. بلح الشام ما بينزلش في زيت سخن ولا زيت دافي، هو زيت يكون بارد. تمام، ويكون كمان التسوية بتاعته على نار هادية جدا، كأنك فاتحة عليه زي شمعة كده. هبدأ بقى كده انزل بالكيس بالشكل ده. شايفة نازل شكله عامل ازاي؟ هتبلي كده سكينة او اي حاجة تكون طرفها خفيف زيت، علشان نقطع بس ايه ويبقى الشكل شكله مظبوط ويبقى كله حجم واحد. هاتي بس السكينة بلها زيت كده وقطعي اول ما ما تخلصي الحجم اللي انت محتاجاه. تمام. بلح الشام دي الطاسة بتاعته، والزلابية والحاجات دي كلها، لان انتوا عارفين الزيت اي طاسة جديدة هتقوم متلسوعة على طول، فانا شايلة ديت للحاجات اللي زي دي. إيه، ما تكتريش في الزيت بتاعك بلح الشام، لان هو لسه هينفش، وعشان كمان ما يقعدش يلزق في بعض. شوفي كده بقى شكله. انا قلتلك يبقى البوتاجاز شمعة، تعالي شوفي النار عاملة ازاي، مش باين منها اي حاجة، ولونه طالع جميل. ده الشربات بتاعي بعد ما سقع بقى وطلعت كده اول دور، مقرمش ومخرفش، ممتاز ممتاز. هبدأ اقلب كده في السيراب بتاعي، يعني ما تطوليش بلح الشام في الشربات عشان ما يشربش قوي قوي ويبقى جاذع. طول ما الشربات تقيل طول ما بلح الشام هيفضل مقرمش معاكي ان شاء الله حتى تاني يوم، تاني يوم وتالت يوم كمان. تمام. هبدأ بقى كده ان انا اجيب الطبق بتاعي، انا كنت مطلعه دور قبله عشان ما تقوليش الطبق فيه سمنه ولا حاجه. ده شربات مكان الدور الاولاني اللي انا كنت خرجته. هننشل بقى كده واحده واحده. وعلى فكره هو هيصفي الشربات اللي فيه، تقدروا كمان تحطيه في مصفى، وبعد 5 دقايق هتشيل المصفى هتلاقي فيها كل البواقي اللي خرجت منه. حطيها على الشربات تاني عادي، ما بيحصلش اي حاجة. تمام. مقرمش جدا جدا، عاوزه اقولك ان هو بسم الله ما شاء الله، وانا كمان مش حاطه عليه نشا ولا حاجه. طالع بسم الله ما شاء الله، رشه البيكنج باودر مخليه مقرمش وناشف جدا. بص بقى هفتحها اهو. انا كنت جايبه السكينه رفيعه المنشار، فتحت بيها كده كام صباع بلح الشام علشان انا عايزه اعمله بالكريمه. تمام. بص انا فاتحاه ازاي، ولا في عجين ولا في اي حاجه، بصراحه كان مقرمش جدا. شايفين اللي انتوا بتشتروه جاهز من بره ده احلى منه مليون مره، ولا ريحه زفره ولا ريحه وحشه ولا. بسم الله ما شاء الله، انت ضمناه في البيت وموفر جدا. كوبايتين الدقيق عاملين لنا كيلو اهو، بسم الله ما شاء الله. شوف انا فاتحاه من جوه شكلها هايل، ولا شاربه زيت ولا اي حاجه. هبدأ بقى ايه، كان عندي كده معلقتين كريمة خام عملتهم حتى بالمضرب اليدوي كده في دقيقة، وسبتهم في التلاجة يبردوا. طبعا بلح الشام كان بارد جدا علشان الكريمة ما تسيحش فيه، ما ينفعش تحشيه وهو سخن، الكريمة بتاعتك هتسيح. شايفة السكينة القروبة ديت جايباها ب3 جنيه، هتفتحي بيها كده هوت البلح الشام بتاعك. دي كانت لسه سخنة، انا بس بوريكي بتفتحيها ازاي، دي سخنة مش هحشيها. تمام. ادي الصوابع بتاعتي كلها حشيتها كريمه. الكريمه انا سايباها خام زي ما هي، ما حطيتش عليها اي سكر، كفايه الشربات اللي في البلح.
ان شاء الله الوصفة كده تكون عجبتكم. شوفيها لو انت مش بتقدري تعمليه لان هو اصلا يعني في ناس بتستصعبه، لكن هو سهل جدا. وبس هو محتاج تركيز ومحتاج تسوية كويسة، هيطلع معاكي زي ما انت شايفة كده. ولونه مثالي جدا جدا، اللون ده طالع من نار هادية، ما تعليش على بلح الشام غير لما يبدأ ياخد وشي من تحت كده، تبدأي تعلي درجة بسيطة بس. شايفين بقى شكله النهائي وجماله؟ زي ما تحبي بقى تحشي شوكولاتة كريمة اي حاجة. والطويل ده حلو قوي في الحفلات والاعياد الميلاد، بيبقى شكله حلو كده لما بتحطيه كده على الاوبن بوفيه او اي حاجه، بيبقى شكله حلو. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.